اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر في كل مكان. اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أصلح ذرياتنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح فتياتنا وفتيات المسلمين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، واجعلهن طاهرات عفيفات لربهن طائعات ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعات، وبالصحابيات مقتديات هاديات مهديات. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنك تعلم من حالهم ما لا نعلم، وترى من حالهم ما لا نرى، وتسمع من أنينهم وشكواهم ما لا نسمع. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى وكن له عونا في كل ما أهمه واجمع به كلمة الأمة وانصر به الكتاب والسنة ووفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح العباد والعباد ولكل ما فيه نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين. إلهنا وربنا، هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا. سيدنا ومولانا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك. ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك ونخاف عقابك ونخشى عذابك ونرجو رحمتك. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا ملاذنا إذا ضاقت الحيل، يا ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المسجد المبارك، نسألك بأيد مرتفعة ورقاب خاضعة، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين، ولا تكتبنا فيه ممن رغمت أنوفهم في رمضان ولا من المردودين الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا وربنا، هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وربنا
هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا. سيدنا ومولانا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، لمعروفك تعرض